المال حلال اهو المال. اغلطوا ونصلح أول بودكاست مصري بيناقش أخطاء العناية الشخصية بأسلوب سهل ولذيذ. الحلقة مكونة من 4 فقرات مختلفة، في كل حلقة هتلاقوا ضيوف جداد مشاكلهم نفس مشاكلكم. دكتور منى هتحاول توقعهم في الكلام عشان تكتشف الغلطات اللي بيعملوها. في آخر فقرة هتعرفوا ازاي تصلحوا كل الغلطات دي بتكة واحدة. في آخر الحلقة هيكون في فزورة، لو جاوبتوها صح في الكومنتات هتكونوا من ضمن 30 شخص هيكسب بوكس العيد. هل قامت منار بأي عمليات تجميل من قبل؟ لا. يا ترى بقى غلطة النهاردة هتبقى ايه وهنعرف نكتشفها ولا لا؟ منار عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عامله بصي ايه؟ احنا النهارده الحمد لله والله، بس خلينا نخش في الموضوع على طول. بصي يا منار، احنا النهارده قررنا ان احنا ندحلبي في الكلام ونشوف هل هتعرفي تدحلبي ولا لا، ونشوف انت بقى عملتي في رمضان كام غلطة. ارفعي ايديكي وقولي لي، هل لاحظتي اي تغيير على بشرتك او شعرك خلال ال6 ايام اللي عدوا من رمضان دول؟ بشرتي الحمد لله كويسه جدا، الحمد لله. شعري بايظ ده في رمضان بس ولا قبل رمضان؟ من قبل رمضان من ذنبها. تمام. طيب هنبدا دلوقتي اول فقره من الفقرات بتاع خلاص يا منار. انا ايدي. هنبدا دلوقتي في اول فقره، والفقره دي اسمها اسئله من جوه الصندوق. هل قامت منار باي عمليات تجميل من قبل؟ لا. يعني القمر ده ربنا. بما ان بقى طبعا عدى اسبوع من رمضان، احكي لي عن نظام يومك كان ماشي ازاي، وكنتي بتعملي ايه على الفطار، وعامله ايه الاكل النهارده؟ الصراحه انا معزومه النهارده، بقالي 6 ايام بتعزم، بس ان شاء الله هبدا رمضان من عايزه اقول لك ان كلهم هيحقدوا عليكي في الموضوع ده. بعمل ايه في رمضان؟ هو اللي انا الحاجه الوحيده اللي بحاول اعملها تكون صح، هو ان انا ما اشربش عصير على الفطار بس، ومهتميه بالكريم بتاعي الصبح وبالليل بس. الكريم بتاعك ده اللي انت بتستخدميه بس في روتينك؟ ايه اكتر حاجه بتهتمي بيها اكتر، شعرك ولا بشرتك؟ بشرتي، ان انا بحس بشرتي تسمع كلامي فبتديني افكت. شعري يمين عظيم ما انا عامل حاجه. انا مش قاعد لك في فروه راسك ليه؟ اكيد عندي انيميا. حاساكي مش محتاجه انا ان كتاب أحلفك. مفتوح. ايه اكتر مشكله لو حصلت لك في شعرك او بشرتك بتحسي انك كده خلاص الدنيا وقفت ومش عارفه تعملي حاجه؟ اول ما شعري ينشف، بشرتي اول ما احس ان انا بدات يظهر لي بقع بحبوب، يعني انا يعني بيظهر لي حبوب اللي هي تحت الجلد، وابتدي الاقي وشي يعني مبقع احمر. أيوة. فببقى مش فاهمه فين المشكله رغم التزامي بالروتين هو متاكده؟ ما عدا شرب الميه. هي كانت واحده متاكده، عرفت الغلط على طول من غير ما نطول معاه في الكلام. قلت لك كتاب مفتوح. هي اسالك سؤال كده، طبعا يعني انت المفروض السؤال ده ما تغلطيش فيه. ليه؟ المفروض اه ما يصحش. لا. طيب قولي لي يا منار، ايه اغرب حاجه سمعتيها على السوشيال ميديا، وهل عملتيها ولا لا؟ كانت وصفه للشعر عباره عن قشر بطاطس، ميه الرز مع صلصه. الصراحه انا هحكي لك الموضوع من الاول. ابدأي كده. الوصفه دي اكتشفتها حماتي، تمام. الا وهي كانت بتقشر البطاطس. قالت طب هو هرميها، طب ما استفاد. قامت حطت قشر البطاطس وضربته في الخلاط، وقالت لي تصدقي شعري بقى بيتنفس. شعرها بقى بيتنفس بعد قشر بس انا البطاطس؟ الصراحه ما حبيتش اجرب لان انا شعري مش قادر يتنفس. بس انا ماليش في الوصفات يعني بصراحه، ما بحبش العب في وشي. انا هعمل فيكي ايه يعني؟ لا، ما انا ما بجربش اي حاجه. انا لو في وصفه يعني شفتها كده ولا كده الصراحه ببعت لك. يا بص بقى كام دلوقتي. خلينا نشوف اخر سؤالين موجودين معانا في الفقره دي. بامانه يا منار، انت اول ما حد ما بيزعلك بتعملي ايه؟ باكل صراحه كتير قوي. انت فرحانه؟ باكل كتير، وبحس ان انا خلاص رافضه اي نوع من انواع الكيرنج اللي انا بعملها مع نفسي. يعني اي حاجه صح ان انا اكون بعملها، سواء بقى الغسول سواء الكريم بتاعي الصبح او اي حاجه ممكن اكون بعملها، بحس ان انا ما اعرفش بعاقب نفسي تقريبا. لا هو مش بعاقب نفسك، هو ده حاجه اسمها الايموشنال هانجر، يعني ده اللي بيحصل لما بيبقى احنا زعلانين او مكتئبين، لان الاكل ساعتها هي الحاجه الوحيده اللي بتزود معانا افراز هرمون الدوبامين. بتحسي انك طب والله انا مستخسره في نفسي علبه الحلاوه دي. يلا. فاهمه؟ فهي دي الفكره، ان احنا وقتها بناكل علشان بس المود يتحسن. اكيد. فوالله عارفه اقول لك، يعني انا في مره دكتور قال لي ما تضغطيش على نفسك بجد. قال لي لو انت مكتئبه وزهقانه وحاسه انك عايزه تاكلي، كلي. ليه؟ لان هو الاكل الحاجه الوحيده هتخليكي كويسه وقتها. فما تبقيش قاعده في جلد الذات انك انت ما بتاكليش، او ان انا ماسكه نفسي ما اكلش عشان انا خايفه من الدايت، وفي نفس الوقت انا مخنوقه. ده حقيقي. خلاص انا هاكل. واخر سؤال في فقرتنا من اسئله جوه الصندوق. تفتكري يا منور ايه اهميه طبق السلطه على الفطار، وليه لازم لما نيجي على السحور ناكل خيار؟ على السحور انا عايزه اعترف اعتراف. اتفضلي. ان انا ملتزمه بطبق السلطه على مدار سنه كامله.
بسم الله ما شاء الله. وده ما كانش بيحصل في العيله. زي ما انت ما سالتيش السؤال ده من الاول ليه؟ حسيت ان هو لا انا ملتزمه على السلطه اساسي في الوجبه بتاعتي بقالي كده سنه وكم شهر. بالنسبه للخيار على السحور عشان ما اعطش الصبح بكره ان شاء الله مش هعطش. هو ده صح. ايوه هو ده. ايوه. طب انت بتاكلي طبق السلطه ليه برضو؟ ما انت بقالك سنه ملتزمه ليه؟ حبيتها. بصي انا كنت متفقه ان انا الطبق السلطه والميه اثرت معايا بشكل ملحوظ جدا في فتره من فترات حياتي على بشرتي وشعري، ده مش هقدر انكر ده. تمام. فصلت عن ده فبدات العوامل اللي انا كنت بلاقيها في وشي وفي شعري بلاقيها. رجعت تاني ان انا ارجع احب السلطه. موضوع الميه ما ظبطش قوي، بس انا السلطه دي اكتر بوينت حاسه ان انا بعملها صح في حياتي، هو ان انا باكل سلطه اساسي في وجبه الغداء. بالظبط. هي السلطه فعلا مهمه جدا علشان الالياف اللي فيها، وعلشان هي بتدي الجسم كل الفيتامينات اللي بيكون محتاجاها، كل العناصر الخضراء والحمراء والصفراء. لما تعملي مثلا طبق سلطه في فلفل الوان على حبه طماطم على حبه جرجير، انت كده بتاخدي فعلا كل العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها. يا جماعه انا حاسه ان منار الصراحه لسه ما دحلبناهاش، هي بتدحلب مع نفسها. تعالوا بقى على الفقره الثانيه هنحاول ان احنا ندحلبها اكتر. في الفقره دي هسالك بقى مجموعه اسئله، والحاجه اللي حصلت هتقولي عليها امين، واللي ما حصلتش هتقولي عليها شمال ويمين. وما تسالنيش ايه ده، هم فريق الاعداد قالوا لي كده. تمام. المخرج عايز كده. منار، اكل طنط كان اخر اختياراتك قدام الفرايد تشيكن المقرمش؟ طنط حبيبتي طنط. انا بحب الفرايد تشيكن قوي. امين ولا شمال ويمين؟ لا امين. السؤال الثاني يا منار، بعد الفطار بتطنشي الميه عشان انت معتمده انك بتشربي بقى عصاير وخروب وبلح وعرقسوس؟ انت بتحبي اصلا الخروب ولا العرقسوس؟ ما حدش بيحب العرقسوس اصلا بجد. هي مش لوحدي. عايز اقول لك ان احنا بابا يعني دايما بيعمل لنا موضوع العرقسوس ده، يحطوا لنا ويقول لنا جايب لكم خروب اشربوا. خلينا متفقين ان انت مش هتدحلبيني، لان انا قلت في الاول أيوة. اني بطلت حوار العصير ده. فتاخد في الاول ثواني انك بتشربش ميه كمان. ايوه. لا عصير ولا ميه. بصراحه مش بشرب ميه، يعني ممكن اشرب بعد الاكل يعني كوبايه بس بعد كده ما بحسش ان انا عطشانه خالص. بس مؤخرا بحاول ان انا على قد ما اقدر اشرب، بس عشان الضغط. امين ولا شمال ويمين؟ امين. السؤال الثالث، هل بالليل بتكسلي انك تعملي الروتين بتاع بشرتك او شعرك وتقولي انا هعمله منين كده كده نايمه؟ انا مش بكسل عن وشي، انا بس مش بعمل روتين لشعري بس خالص. انا وشي اساسي الغسول والكريم بتاعي. بالليل بتعملي اساسي، لكن شعري صراحه يعني افرده لو مبلول سيبه يتهوى بس، لكن روتين لشعري صراحه لا. ما بس مش بتكسلي بصفه عامه؟ لا مش بكسل بصفه عامه. اخيرا. يس. السؤال الرابع، هل بتسهري لغايه السحور مش بتنامي كويس؟ امين ولا شمال ويمين؟ امين. امين. النوم كويس بصراحه لا، يعني رمضان او غير رمضان ما عنديش. يعني انت اصلا مش بسبب رمضان؟ لا مش بسبب رمضان، نومي متقطع يعني انت جدا. بتاخدي كام ساعه نوم في اليوم مثلا؟ ممكن انام عدد ساعات بس متقطعين، يعني ممكن انام نص ساعه واصحى 10 دقايق واصحى ساعه واصحى كده. نومي دايما متقطع، ففعلا موضوع النوم ده مأثر معايا رمضان وقبل رمضان بصراحه. السؤال الاخير، بعد الفطار بتجري على طول تاخدي حته الكنافه؟ شمال ويمين. بطلتي حلويات؟ ما حصلش، ما بحبهاش. نعيد تاني. انا مش شخص بيحب الحلويات خالص، بس انا ببقى نفسي فيها، ممكن اخد حته بس، لكن مش شخص قوي في الحلويات دي. الحمد لله ربنا نصرني. مفيش حلو بياكل حلو منه. ابني حضرة الظابط. يا جماعه انا حسيت ان منار بتدحلب الصراحه بسهوله جدا، حبيت الموضوع قوي. يلا بينا على الفقره الثالثه. الفقره دي يا منار انا هحاول ادحلبك بسرعه جدا، هسالك شويه اسئله اختبر بيهم سرعه بديهتك، وقدامك 10 ثواني تجاوبي كل سؤال. ماشي. وهنديكي بقى تقييم من الاربع تقييمات دول على حسب اجابتك. 10 على 10. خلي الاعداد دلوقتي يشغلوا معانا التايمر. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا السؤال الاول، هل يا منار الصيام بيأثر على صحه الشعر والبشره وخصوصا في رمضان؟ قدامك 10 ثواني. صح ولا غلط؟ لا مش بيأثر لو في حاله اتبعت الروتين بتاعي على حق نفسي. السؤال الثاني، اوكي، هل في رمضان لازم تغسلي شعرك كل يوم عشان شعرك يكون كويس؟ لا. صح ولا غلط؟ لا غلط. السؤال الثالث، حاسه ان احنا قاعدين في من سيربح المليون، استخدام واقي الشمس في رمضان ملهوش لازمه؟ لا اساسي. صح ولا غلط؟ لا صح. ملهوش لازمه؟ لا صح نستخدمه. يعني صح السؤال ولا غلط؟ قولي السؤال. قدامك 10 ثواني. عيدي السؤال تاني. لا اساسي. رمضان غير رمضان الصبح بعد الظهر يبقى السؤال ده غلط. استخدام واقي الشمس مهم. بالظبط. اخر سؤال وده سؤال مهم جدا، تقشير البشره في رمضان حاجه مضره، صح ولا غلط؟ تقشير البشره مضر عموما. صح. دلوقتي يا جماعه انا مضطره ان انا اقيم منار. احنا التقييمات اللي معانا 0 5 10 -10. قولوا لنا في الكومنتات تفتكروا منار جاوبت كام سؤال غلط.
هما كتير. والله يا منار انا مش عارفه يا بنتي اختار لك ايه، بس هو الصراحه كان عندك سؤال بس واحد غلط، ولذلك انا هديكي 10 انا ربنا من 10. نصرت، انا ربنا نصرت. شفت يا ابني؟ تعالي بقى عشان لما اقول لك السؤال صح. يا جماعه احنا دلوقتي خلصنا خلاص الفقره بتاعه الريتنج، وهنخش على اخر فقره ودي فقره روتين وفزوره. دلوقتي يا منار العلبه دي بتاعتك، انت كسبتيها معانا، بس عشان تاخدي العلبه دي في شرط واحد. هفتح العلبه والمنتجات اللي جواها هتقولي لي ترتيبها الصح على البشره ايه في مده 20 ثانيه. يلا 20 ثانيه حلو. يلا يا جماعه ماشي. افتحوا التايمر. اوكي. مطلوب منك تقولي لنا كل منتج ده عباره عن ايه سريعا في ال 20 ثانيه، بيستخدم في ايه، وترتيبه ايه على البشره. اوكي واحده. ايه يقشر وينقي البشره، ده تونر. صح يا منور، التونر ترتيبه ال 20 ثانيه خلصوا. الاخير. ايه لا مش الاخير. الو منور الوقت خلص، نص ساعه بس. خلاص خلينا هقول نكمل يلا. نكمل الفقره دي دقيقه بما ان المنتجات معاكي كتير. ده التونر بعد الغسول. برافو. صح. اللي بعده بسرعه. شيل ده في الشنطه. اوكي ده انا هبهرك، هتشوفي لا بجد. هتشوفي هعمل ايه. ها ده ايه ده؟ بسرعه الوقت. ده نايت كريم. اوه ده بعرق السوس. لا هو ما فيهوش اصلا ريحه لا خالص. في ايه نايت كريم. بيتحط امتى؟ إيه اكيد بعد ما استخدم الغسول بتاعي بالليل قبل ما انام ان شاء الله احط النايت كريم بقى. برافو. ماشي. بعد كده اخر حاجه. اوكي لحظه واحده، قلت لك هبهرك، انا من البيج فان بتوعك. انا اول حد بحط كومنت وسيف ولايك وشير، بعمل التلاته ورا بعض. يلا بينا. ده الايه الداي سكرين. خلاص دايس كريم. داي سكرين داي كريم سوري ده اللي اختلط على الامر. ده طبيعي هستخدمه في الداي بتاعي، انما ده في النايت روتين بتاعي. برافو يا منور. منور انا والله كان نفسي اقول لك يعني انك مش هتكسبي البوكس، بس للاسف انت أنا كسبتي ربنا البوكس نصر. لانك جاوبتي كل الاسئله اللي فيه صح، والنهارده احنا ضحيناكي بنسبه 100% وانت نجحتي في الاختبار. قلت لك انا ربنا نصرني. المال الحلال اهو، المال العفش بتاعه اهو، العفش بس كده تمام. بما ان منار جاوبت صح على الروتين اللي كان جوه الصندوق، فجاء دلوقتي دوركم ان انتوا تتحدوها وتجاوبوا صح على الفزوره اللي هقولها لكم في اخر الفقره دي. واهم حاجه يا جماعه ما تخافوش، اغلطوا وانا اصلح. احنا لازم تبقوا فاهمين ان احنا في حاجات كتير جدا غلط بنعملها في رمضان، هي للاسف اللي بتبوظ بشرتنا. الفكره كلها مش في الصيام او في شهر رمضان. فالروتين اللي هقول لك عليه دلوقتي هو مش بس هينقذ بشرتكم من الجفاف والبهتان اللي انتوا بتحسوها طول شهر رمضان، هو حرفيا هيخليكي توصلي للعيد بشرتك منوره فيها جلو طبيعي ونضاره ومن غير ما تبذلي مجهود. المهم انك تعملي كل الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه مهمه جدا، لازم نقلل يا جماعه، مش بقول لكم نبطل، نقلل على قد ما نقدر الفاست فود، المقليات، الفرايد تشيكن، القطايف، علشان للاسف الحاجات دي مع معظم الناس بتطلع لها حبوب. تاني حاجه بقى مهمه جدا، الميه سواء كان في رمضان او غير رمضان. عايزه اقول لكم ان احنا اصلا من بعد الفطار لحد السحور قدامنا وقت كافي ان احنا نشرب من 8 ل 9 كوبايات ميه، ودي اصلا الكميه الطبيعيه اللي جسمنا بيكون محتاجها. تالت حاجه بقى، ودي المفاجاه واللي الناس كتير جدا بتطنشها وبتكسل ان هي تعملها، وهو روتين الليل. الفكره ان روتين الليل لما بنيجي نعمله بشرتنا بتمتص المواد اللي بنكون حاطينها عليه بطريقه اكبر، فانت وشطارتك بقى انك تدخلي في روتين الليل بتاعك منتجات تكون فعلا قويه تفيد بشرتك. بالاضافه ان احنا بالليل يا جماعه الجسم والبشره بتعيد اصلاح الخلايا اللي بتكون تلفت. النقطه بقى اللي هتفرق قوي معاكي من دلوقتي لحد العيد انك لازم تقشري بشرتك من مره لمرتين في الاسبوع. انا صراحه بحب الجلايكوليك اسيد لما اكون عايزه ان انا افتح بشرتي اديها نضاره. لو مثلا حسيت ان شويه بشرتي كده فيها بهتان، الجلايكوليك اسيد من اكتر المواد الفعاله اللي فعلا هتفيدك في النقطه دي. يعتبر فيتاليست تونر ده اكتر تونر فيه جلايكوليك اسيد، انا جربته قبل كده كنت قايله لكم عنه، بسبب ان هو مش بس فيه جلايكوليك اسيد، هو فيه كمان الجينسينج، والجينسينج دي بتزود كده الدوره الدمويه، فبتحسي كده ان بشرتك مورده بعد ما تستخدميه. اهم حاجه طبعا ان احنا بنستخدمه على بشره تكون ناشفه. اهم حاجه يا جماعه الترطيب، وعايزه اقول لكم ان انا بحب كريم النهار بتاع فيتاليست وكنت مخلصاه قبل كده وكنت قايله لكم عليه بسبب حاجه بسيطه، ان ترطيبه بيفضل وقت طويل، وده اكتر حاجه انا بكون محتاجاها اصلا في رمضان، ان انا احس بشرتي وقت اطول مش جافه، وتحسوا كده اللي هو فيها احساس البلامبنج ده. هو في كل بقى المواد الفعاله اللي اصلا بتساعد على الترطيب، هيالورونيك اسيد، فيتامين اي، واكتر ماده بقيت
مدمنه ليها الفتره الاخيره، هي ماده اسمها الروز هيب اويل. الفكره في الروز هيب اويل ان هي ماده بتقلل الحبوب وفي نفس الوقت بتقلل من ظهور التجاعيد في البشره وبتديكي كده نضاره. ولو عايزه بقى تنقلي ترطيب بشرتك ليفل اعلى، فانت ممكن تدخلي كمان في روتين بشرتك كريم الليل من نفس اللاين. الحلو كمان في كريم الليل بتاع فيتاليست ان هو مش بس هيدي ترطيب اعمق لبشرتك ويفضل لوقت اطول، هو كمان في الريتينول اللي بيحفز انتاج الكولاجين وبيشد البشره وبيقلل من الخطوط الرفيعه اللي بتظهر بسبب الجفاف اللي بيحصل في رمضان. بس اهم حاجه كريم الليل ده لو هتبداي انك تستخدميه تدخليه بالتدريج في الروتين بتاعك. عايزه اقول لكم ان في حاجه مميزه جدا في كريم الليل والنهار بتوع فيتاليست من شركه فير ليدي، ان هما الاثنين فيهم 3 مواد فعاله جداد مش صراحه قبل كده، بيمدوا الجلد بكل الاحماض الامينيه اللي بيكون محتاجها علشان يزود افراز الكولاجين في البشره، فيديكي اقصى درجه من الترطيب وان بشرتك تكون دايما نضره وما فيهاش شحوب ولا البهتان اللي انت بتحسيه. فير ليدي قررت ان هي تفرح معانا البنات في رمضان وتدي الروتين بتاعها كامل ضمن بوكس العيد. وحان الان موعد الفزوره، وعايزه اقول لكم ان الفزوره سهله جدا بس عايزه حد يكون مصحصح ومركز. قولوا لي في الكومنتات بقى ليه روتين الليل مهم للبشره، ولو عايزين تكسبوا بوكس شبه ده في كل المنتجات اللي انتم محتاجينها العنايه بتاعتكم، فكل المطلوب منكم بسيط جدا ان انتم تجاوبوا صح على الفزوره اللي موجوده في الفيديو، تعملوا بقى لايك طبعا وشير الفيديو وتمنشنوا بقى صحابكم اللي انتم حابينهم يشاركوا معاكم المغامره وتعرفوا الغلطات المشتركه ما بينكم سوا، وطبعا حابين ان هم يكسبوا معاكم بوكس شبه ده. احنا هنختار اكتر ناس هتكون متفاعله هنحط اسمائها جوه البوله دي، ومع كل حلقه جديده وفيديو جديد هتتفاعلي فيه اسمك هيتحط تاني وتالت وعاشر، وكل ما اسمك اتحط اكتر في البوله دي كل ما كانت فرصتك في السحب هتكون اكبر. عايزاكم دلوقتي بقى تخمنوا في الكومنتات يا ترى هتكون ايه هي الغلطه الجايه اللي هيعملها الضيف بتاعنا، وهتكونوا انتوا كمان مشتركين معاه فيها. ما تشيلوش هم حاجه، اغلطوا وانا اصلح.